يقول: هل أقضي سنة تحية المسجد والإمام يخطب؟ هو هنا يا أخي عبد الكريم لا يكون هناك قضاء. الإنسان إذا دخل المسجد، المسلم إذا دخل المسجد وقت صلاة الجمعة والإمام على المنبر، ولو كان الإمام على المنبر، يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا قد دخل المسجد وهو صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب أن يصلي تلك الركعتين، وقد جاء الشرع بأن يتجوز فيهما، أي يجعلهما خفيفتين حتى يتسنى له أن يدرك بقية الخطبة مع إمامه. فليس في المسألة قضاء، بمعنى أنك لا تجلس ثم تريد أن تقضيها، وإنما من أحين أن تدخل قبل أن تجلس صلي ركعتين خفيفتين حتى لو كان الإمام يخطب، ثم تفرغ بعد ذلك لسماع الخطبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وأنت تعلم أن صلاة الجمعة من شعائر الدين العظام وأركانه الجسام، لأنها صلاة وأي صلاة.